لك الله يسعد لي مساكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ مناح؟ يا رب تكونوا مناح. والله يا جماعه الخير، كل يوم تسمع لك واحد بيطلع شو بقول لك؟ نحن بدنا لا مركزيه فيدراليه، او بيجيك واحد من شركاء الوطن شو بقول لك؟ قال شو قال؟ الدروز والعلويه وقسد بدهم لا مركزيه فيدراليه، يعني وحياة خالد فايزي قلب هي يا لا مركزيه يا اما فيدراليه. والله الموضوع مش صحن سلطه معلم، يعني دونت ميكس. لهيك انا جاي اليوم لنفسر لك اياها بمثال عائلي. اخي ركز معي، اللامركزيه مثل بيت في اب وام، وفي عندنا اولاد كبار بنفس البيت. الام شو بتقول لك؟ بتقول لك يا ابني الغالي فيك تقرر شو بدك تفطر وشو بدك تلبس، وحتى اذا بدك تروح تصبغ غرفتك فيك تروح تصبغها، وفيك حتى تدفع فواتيرك لحالك وتروح تتسوق لحالك. بس بآخر نهار يا صديقي المشاهد، دفتر العيلة واحد، المصروف الكبير بإيد الأب، والقانون العام واحد. يعني الكل بينام الساعة 10، الكل بده ينام الساعة 10. فيش واحد يطلع لك معلم أنا بدي أسهر للساعة 2، الساعة 10 الكل بده يكون نايم. سوريا بتكون دولة موحدة، دستور واحد، جيش واحد، علم واحد، ورئيس واحد. أما الفيدرالية هون القصة بدها تختلف شوي. نفس العيلة بس هون الأولاد كبروا كثير، وكل واحد منهم صار عنده شقة باسمه بنفس البناية. كل واحد منهم بيطلع قوانين وقرارات لبيته من عنده، بيسهر للساعة 11 لجاكر جماعة الساعة 10. واحد بعلق لك على حيطان بيته من جوا صور فيروز، واحد بعلق لك جيفارا. بس صور الاكس لا، ممنوع مشان ما ينبسطوش بعض جماعة. بس عندي بالحيط مسموح صور الاكس، غير هيك ممنوع، يعاقب عليها القانون. ديروا بالكم ها. الواحد بصير بيدفع فاتورة الكهرباء من جيبه، وبنفس الوقت في عندك مجلس البناية يلي بيجمع الكل على القرارات الكبيرة، مثلا المصعد، صيانة البناية، صيانة السطح. وبس صار خناقة كبيرة معلم، كل واحد شقته عنده، بسكر الباب على حاله هو بيقعد. يعني خلاصة الخلاصة، نوع العيلة باللامركزية عيلة وحدة وبيت واحد. بالفيدرالية كل واحد شقته لحال. القوانين باللامركزية أبو العيلة بيقدر يقرر يلي بده إياه بالقضايا الكبيرة. أما الفيدرالية كل ولد عنده قراراته ببيته، هو حر فيها. يعني ممكن تلاقي اللي بالطابق الثاني عنده قرار ما عندوش إياه اللي بالطابق الثالث. أما بالنسبة للمصروف، أنا عارف هاي الفقرة الكل عم بيستناها، حتى أنا بنعرف مين بده يدفع، كيف الصرف، مصاري كيف. باللامركزية المصاري بتيجي من المركز، ويلي ماسكها بالأخير هو موظف على حساب المركزي. اليوم بيصرف بكرة بيرجعها، كله مرهون برضا حكومة المركز. أما بالفيدرالية يا صديقي المشاهد، الميزانية بيد مجلس منتخب من أهل المنطقة، وهن عاد على كيفهم بيقرروا كيف بيصرفوا، عشو بيصرفوا، وين بيصرفوهم، بدون لا حسيب ولا رقم. مثال سوري للتوضيح أكثر، ونحن بنتبرع نطبق هذا المثال على السويداء، بما أنه نحن جماعة آخر فترة شايفين كل التهم فينا، انفصالية، تعاون مع الخارج. يعني مش راح تزيد علينا تهمة مثال لشرح اليوم، عادي. إذا صار السويداء عندها مجلس محلي، بتقرر شو بدها تعمل بشوارعها، بمدارسها، بتدير شؤونها، بس بنفس الوقت بتظل تابعة إلى دمشق. هلا بكيف باسم بفكع عينك، باسم هلا بتكيف بتنط لي هلا قبلتنا دمشق. المهم بتكون تابعة لدمشق بالدستور بالجيش، هي اسمها لا مركزية. أما إذا بكرة صار إقليم السويداء عنده دستور محلي، قوات أمن محلية، وميزانية خاصة، وبيجي بيقول لك أنا شريك عند هاي الدولة مش موظف عندها، هيك صار اسمها فيدرالية. يعني باختصار يا غوالي، لا مركزية حرية إدارية ضمن الدولة، فيدرالية شراكة سياسية ضمن اتحاد الدولي. وهيك تقريبا بكون حكينا رؤوس أقلام، وبدناش نطول عليكم. وإذا بعد كل هالحكي اللي أنا حكيته ظليتكم تقولوا بدنا لا مركزية فيدرالية، بيبقى ساعتها عن جد انتم بدكم باسم يشرح لكم عني، أنا ما عادش يطلع بيدي أكثر من هيك. وهلق بعد الشرح هذا كله، برأيك أخي المشاهد الغالي على قلبي جدا، شو الشيء المناسب أكثر، فيدرالية أو لا مركزية أو قبلتنا دمشق؟